امريكا يقول لك انا ربكم الاعلى. دلوقتي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الله يجازيه جورباتشوف، خلاص بقت تفرض زي ما هي عاوزه امريكا. الصين لها مصالح، اوروبا بتسمع تاخد كلام من امريكا، اذا يفرفروا شويه معاهم لكن في النهايه بيسمعهم. ما تقدر يعني الصين واليابان وكله، ما امريكا بتقول كل خلاص ده اسمعوا الكلام كله. الصين يمكن بتزرجن شويه، والصين لها مصالح عشان التجاره والحاجات دي. ده مره رئيس وزراء الصين بيقول لهم في هناك في امريكا، بيقول لهم في امريكا في حديث تلفزيوني هناك، قال له الله انتوا ما تسيبوا لنا بقى في الصناعه الحاجات الصغيره. هم كانوا عليهم مش عاوزين الصين كمان تنتج، سيبوا لنا الحاجات الصغيره. الجزمه الكاوتش النايك دي تاخدوا منها بدولارين وبيعوها ب 120 دولار. سيبوا لنا احنا الحاجات الصغيره دي نشتغل فيها، وخليكم انتوا في الصواريخ والحاجات دي كلها. فيعني الصين برضه في حاجه للسوق والحاجات دي. لما جم على كلمه حقوق الانسان وحبوا يدبوا فيهم، كان رئيس الصين عندي هنا، فبقول له طب هتعملوا ايه؟ قال لي لا لنا اجراء. ده انا لو البضاعه بتاعتنا رميتها في الشرق الاوسط وافريقيا هضرب البضاعه الامريكانيه، وطبعا بضاعتهم رخيصه. لكن الدول دي برضه عندها توازناتها ولها مصالحها فبتحاسب.